سلام المسيح. ربي يبارككم. حابب أتأمل شوي بتعليم المسيح، لأنه المسيح إجا مو بس إنه ياخذ الجحيم علينا، إجا لحتى يعطينا كمان تعليم، وهذا التعليم تقريبا كل شخص مش مؤمن بالمسيح ضد هذا التعليم. فالمسيح إجا قال لنا: حبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، احسنوا معاملتكم الذين يبغضون إليكم، صلوا من أجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم. فالمسيح هون بيقول إنه لازم نحب أعدائنا مشان إحنا نصلي لهم، مشان نصلي لهم، مو إحنا من عقلنا نروح نعمل مشاكل معاهم. لازم نصلي لهم حتى للأشخاص يلي بيهددونا وإلى آخره، والأشخاص كمان يلي بيسبونا وبيغلطوا علينا بيلعنونا. المسيح قال: باركوهم، منباركهم، نقول لهم ربي يبارككم. وكمان إذا هن معاملتهم في الحياة إنه سيئة كتير معانا، إحنا لازم إنه نحسن، لأنه المسيح قال: احسنوا معاملتكم للذين يبغضونكم. لازم نحسن معاملتنا لإلهم. وبالأخير قال إنه لحتى تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، لأنه المسيح فقد عنده السلام، هو رئيس السلام، والسلام بيجي منه. وإحنا إذا بدنا نمشي ورا المسيح لازم نكون هيك مثل ما هو بيقول. ولهيك على حسب حكي رسول بولس قال: اسلكوا في الروح. احنا لازم نسلك في الروح، لأنه إذا ما سلكنا في الروح، ما ربطنا حالنا في المسيح، رح يكون صعب كتير إنه احنا يعني نمشي ورا تعليم المسيح. فإذا ابتعدنا عن المسيح فرح يكون صعب كتير. ولما بتصير مشكلة بتبين إنه بيبين إيماننا، بيبين هل إحنا يعني عم نمشي تعليم المسيح، ولا فقط هيك إنه أخذينا إنه أوكي إحنا مسيحيين وعنا حبوا أعداءكم وإلى آخره. فلما بتصير مشكلة بيبين إيمان الإنسان، إنه هل هو عم يمشي على إنه هل هو سالك في الروح ولا لا. يلي عنده خلل أو أي شيء فهو فيه يعني يسلك في الروح، يصلي، يقرأ الإنجيل، يجي على بيت الرب، يمتلئ من القوة والبركة. فقط هذا كان التأمل تبعي.